الهروب من المواجهة راحة مؤقتة بتكلفك كتير. كتير مننا بيهرب من المواجهة. تتهرب من مناقشة مع شريكك، ما تواجهش صاحبك اللي أذاك، ترفض تتكلم في شغلك عن الضغط اللي عليك، تتفادى حتى مواجهة نفسك بالحقيقة، تقول لنفسك مش وقته، مش عايز وجع دماغ، أنا كويس كده. بس الحقيقة كل مرة بتهرب المشكلة بتكبر. العواقب والسلبيات: الجانب النفسي، تراكم المشاعر، ضغط داخلي، قلق دائم وإحساس بالضعف. العلاقات: توتر، مسافات بتزيد، احترام بيقل، وغموض بيبوظ التواصل. المهني: تفضل ساكت على الإخطاء والظلم والتعب فتخسر فرص أو تتظلم أكتر. الشخصي: تفقد احترامك لنفسك لأنك بتسكت على حاجة مش مريحاك. الإيجابيات الظاهرية بس مضللة: راحة مؤقتة، تجنب الخناق أو المواجهات الصعبة، تحس إنك حافظت على السلام، لكنها راحة مؤقتة وغالباً بتقلب لضغط مزمن وندم مؤجل. الأسباب اللي بتخلينا نهرب من المواجهة: خوف من رد الفعل، تربية بتقول اسكت عشان الدنيا تمشي، شعور إننا مش مؤهلين للدفاع عن نفسنا، تجارب قديمة واجهنا وتوجعنا. الحل: خطوات بسيطة وقوية. ابدأ بالمواجهة مع نفسك. اسأل نفسك: أنا ليه ساكت؟ بخاف من إيه؟ بكسب إيه؟ بخسر إيه؟ حضر كلامك. لما تبقى مرتب أفكارك هتتكلم بهدوء وثقة من غير ما تندم على كلمة. اختار التوقيت الصح. المواجهة مش لازم تحصل وانت منفعل. استنى اللحظة المناسبة بس ما تأخرش كتير. افصل بين المواجهة والتعدي. المواجهة مش خناقة، دي حقك تتكلم عن اللي مضايقك في الصغيرة. قبل ما تواجه حاجة كبيرة جرب تقول لأ لحاجة بسيطة. اتدرب على صوتك. الهروب من المواجهة بيحميك شوية بس بيكسر جواك حاجات كتير. اسكت مرة تتحمل، اسكت مرتين تتعود، اسكت 3 تنكسر. المواجهة مش ضعف، المواجهة احترام للنفس.